عليا النعمة الحرام اللي بيحصل فيا انا ده. انا مش عارف ايه اللي خلاني اتقرصت في لساني وضربتك طلقه التالتة. انا مش عارف اجيبها لك ازاي، بس انا على اخر يا بت. يا لهوي على الضحكة. انا كده عرفت ايه اللي مش هينيمني الليل. بس هانت يا بت، انا لقيت المحلل، وان شاء الله نعدي العدة كده ويتلم الفارس على الفرس. كسفتني يا مال. طب خلاص هرقص لك تاني. لا اقفلي المحلل جه. باي باي يا قلبي. تعبتك معايا مرعي. انا فعلا كنت هتعب لو كنت جيت المشوار ده على رجلي. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. ليه كده يا مرعي؟ بالراحة عليا يا مرعي. تعالى يا حبيب اخوك، تعالى ارتاح. تعالى حضرتك عايز مني ايه تاني؟ تعالى بس معلم ارتاح ارتاح. عايز مني ايه؟ معلش الله راح. مالك يالا في ايه؟ انت زي اخويا الصغير. على ايه؟ انت زي سلطان بالظبط. كتر خيرك يا عم حاج، كتر خيرك. هما برضو رجالتك يعني قاموا بالواجب، كانوا عايزين يجيبوني من البيت بالبوكسر، بس يعني الحمد لله يعني هما سمعوا الكلام وخلوني البس اي حاجه. ما انا قلت لهم يجيبوك لحد هنا متشال على كفوف الراحه. الشهاده اللي هو مرعي فعلا عمل كده، شايلني من الميعاد لحد هنا، كتر خيره. هات له شاي يا مرعي. بص بقى يا حبيب اخوك، انا جايبك هنا عشان ارسيك واقول لك ان العده خلاص قربت تخلص. عايزك تعد على نبيله وتنفذ مهمتك من غير ما تبص لها وتطلق. هنبقى حبايب، غير كده فيها موت. اصل ليه بقى حضرتك من البدايه نعمل كده؟ انا والله العظيم ما عاوز. اصل انا كده بدخل نفسي في مشاكل انا مش قدها والله. يعني اكنها هفهمك اكن حضرتك دلوقتي حفره انا ماشي وشايف الحفره، انط ليه في حضرتك من البدايه؟ اصل وبعدين بيني وبينك انا ما اقدرش اتجوز واحده ما فيش بيني وبينها علاقه ترح امك. مش مراتك، واحده في العموم مش مراتك والله. طب اخرس عشان صاحبك بتسهر. منه لله. يا سلطان في ايه؟ اهدى بس، في ايه؟ طب خلاص انا جاي لك ولا اوعى تتحرك من هنا. حاضر. راجع حضرتك راجع اصل انا ايه؟ هبات هنا؟ انا زعلان منك قوي. اعمل ايه يا كوثر؟ طيب ما قدرتش استحمل، ما هو اكيد انا كمان مش حابب اللي احنا فيه ده. وبقى الو. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. حضرتك الشيخ ولا مين؟ لان احنا بقالنا فتره كل شويه حد يقول سيب استفسارك، والموضوع ضروري ما ينفعش يتاجل. استفسارك ايه يا ابني؟ انا رميت اليمين على مراتي. كان في حاجه مضايقاك؟ اكيد ما طلقتهاش وانا مبسوط، يعني كنت متضايق طبعا، كانت لحظه زعل جامده وانا غيرت. الغيره من شيء من الرجال. قول لها فضيله الشيخ. مما انت غار يا بني. من واحد ما يتغيرش منه قوي يعني. اخوها؟ لا اكيد مش اخوها، خطيبها الاولاني. لا حول ولا قوه الا بالله، كله الا الدياسه. لا دياسة يا فضيلة الشيخ، مش دياسة. هو فعلا ما يتغيرش منه قوي يعني، لأن هو ميت. من قد ايه تقريبا؟ هو أنا لو كدبت ده بيختلف في حاجة في الفتوى؟ ان الكذب يهدي الى الفجور. لا يعني ربنا ما وصلنا للفجور أبدا. ميت من 10 دقايق ربع ساعة تقريبا كده. خطيبها الأولاني وميت من 10 دقايق؟ أنت ليه متفاجئ؟ أنا فاهم حضرتك يا فضيلة الشيخ. أصل أنا مراتي يعني اللي كانت مراتي لما سمعت خبر وفاته ببص في عينيها لقيتها حزينة قوي عليه، فرميت عليها اليمين. فأنا دلوقتي حضرتك احنا دلوقتي محتاجين نعرف هو يردني ازاي بس كده. يقولك رديتك. ايه ده؟ بس رديتك. شكرا يا مولانا، شكرا. يعني ربنا يسهلها عليك زي ما بتسهلها على الناس. ده انا في حاجات كتيره جدا متعقده في حياتي. يعني انا بفكر اجي احكي معاك شويه. هو حضرتك منين يا فضيله الشيخ؟ من كفر الشيخ. بجد ولا بتهزر؟ هي دي فيها هزار؟ لا بس اصل يعني كفر الشيخ دي بعيده عني جدا، اصل انا من القاهره يعني. ما انا عندي شقه في القاهره. ايه ده فعلا؟ فين؟ في الشيخ زايد. ايه المباشره دي؟ خلاص بقى ما تقولش بتصيف فين، اكيد عرفنا. شكرا جدا يا مولانا. انت طالق. ايه؟ رديتك عادي. وبعدين يا لبيب، بنت اكلتنا البلوزه وطلع معاها المقبض الذهب، هنعمل ايه يا لبيب؟ مش مهم.
المهم اللي يضحك في الاخر يا لامع. انا كان نفسي اضحك في الاول. ايه ده؟ الله يكون في عون اللي هيموت هنا، نفسه هيتقطع. بدخل الحمام 5 اخرج الاقيه جوز واخته. ده انتوا حنوتيه بصحيح. انت جيت ازاي يا اسماعيل؟ مش اسماعيل ابو النيل اللي اتضحك عليه؟ اخد فلوس انزل من هنا 100,000 جنيه. إيه؟ انت مجنون؟ 100,000 جنيه هو هيبقى موت وخراب ديار؟ ما احنا فتحنا الخزنه ما لقيناش حاجه. انا هديك 10,000 جنيه. 10,000؟ بكلمك في 100,000 جنيه تقول لي 10,000 جنيه؟ خلاص يا اسماعيل نقسم البلد بالنص. خلاص يا اخويا اديله 12 ونص زي بعض. انت على طول ايدك في ورطه كده. انت مش عاجبك كمان؟ خلاص يا اسماعيل شيلنا في دي نشيلك يوم خرجتك. خلاص يا اخويا قفلهم له 15 بس زي بعضه. 50,000 جنيه ويتحولوا دلوقتي. طب اهدى يا اسماعيل اهدى عشان السلاح ما يطولش. خد حول له 50,000 زفت. خليهم 50 عشان يقول لي صفي. احنا برضه اللي حنوتيه. حار ونار في جتتك. انا اللي دماغي قفل مزنجر لمحل ما فتحش بقاله سنين. انا اللي استاهل. انا اللي حطيت نفسي في الحوار ده. سلطان بيعمل تواليت وهو فاتح الباب. هي دي الازمه؟ ده في جثه جوه. هو ازاي يعني ما استغربش شكل الدم ده كله؟ مش عارف مش انا اللي عارف. غلطان. بقول لك يا حجاج، احنا كنا 3 طلقات يا حجاج. تخيل المره الاولانيه طلقتها عشان ايه؟ ايه؟ عشان جابت لي الفراخ من غير ما تفصصها على الرز. طب بذمتك ودينك الراجل اللي يطلق عشان فراخ مش متفصصه على الرز يبقى راجل ايه؟ فيجيتيريان؟ ها؟ نباتي يعني ما بياكلش فراخ ولا لحمه وكده. حجاج ما تدخلناش في التفاصيل دي ارجوك. طب سيبك من المره الاولانيه، المره التانيه بقى قول لي ليه؟ ليه يا حجاج؟ عشان كنا في السوبر ماركت وشكرت الواد الكاشير وبينت له السنتين اللي قدام. بس المره دي بقى لو رجع بيها الزمن برضه هطلقها تاني. يعني ايه يعني ما تبين له السنتين اللي قدام؟ يبين كتفها. ايه الافوره دي؟ ما تلم مراتك يا دكتور. حقك طبعا. يعني ايه تبين السنتين للكاشير؟ دي كده محتاجه تقويم. تقويم سلوك، يعني محتاجين نقاوم سلوكها. حجاج هو انت ما سالتش نفسك احنا جايبينك ليه؟ عشان تقف جنبي، عشان انا في ازمه. وبعدين اصل انا طالع غيور قوي، طالع لابوك. طب بالك انت لو انا مراتي اتجوزت المحلل ده ومات كده واتمدد قدامي على السرير وفكرت بس عينيها ترغرغ، مش تعيط لا، عينيها ترغرغ بس كده، هرمي عليها اليمين واطلقها برضه. هو كان معانا ده بالظبط. بص خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. اديله صلح في وشه يلا على طول مفيش امل. حجاج في واحد ميت على البانيو. طب ما تقول له انت جايبه منين ويجيب زيه عشان ما يتنظرش. لا مش ميت على البانيو، يعني نفسه في واحد. تعال يا حجاج. عمل ايه الواد ده؟ اصلا